يلا يا ابني، عملت الخطة. يلا بينا يا كبير، يلا بينا يا كبير. ده انا هقطعك النهارده. كل مرة بتقول كده وبتاخد على قفاك في الاخر. لا، المرة دي انا نازل لك بخطة سيميوني وهوقف لك الاتوبيس ورا. على الله بس الاتوبيس ما يعطلش زي كل مرة. يا ابني العب بقى، يا ابني العب بقى بوش رجلك بقى، بوش رجلك بقول لك بقى. ايه، ما تصدعناش بقى، ها؟ شفت الحوار اللي على الفيس اليومين دول؟ هو ايه؟ شوية صبيان وبنات يا اخويا واقفين في الشارع، وكل واحدة ماسكة لي يافطة اللي مكتوب عليها انا ضحكتي عالية بس مش قليلة الادب، والتانية انا مش محجبة بس بصلي، وواحدة تانية مش عارف ايه، وحاجة نيلة خالص. طب وايه المشكلة؟ ازاي يا عم؟ ازاي يقولوا كده؟ ده جهر بالمعصية، وكده بيحرضوا الناس التانية ان هم يجهروا بالبلاوي اللي بيعملوها. بس هما ما عملوش كده عشان يقولوا احنا بنعصي ربنا عادي يعني. هما اللي عملوا كده ليه يا فكيك؟ بكل بساطة هما شايفين ان الناس في المجتمع بيحكموا على بعض بالمظاهر، واحكامهم على الناس دي من غير ما يعرفوهم او يتعاملوا معاهم بتبقى مبنية على شكلهم او افعالهم، فهم شايفين ان ده شكل من اشكال العنصرية، فعملوا الحوار ده عشان يقولوا انهم رافضين ان حد يحكم عليهم من غير ما يعرفهم، وحبوا يبسطوا الموضوع بقى، فجابوا امثله زي انا ضحكتي عاليه بس محترمه، او انا مش محجبه بس بصلي، او انا عصبيه جدا بس بحترم الناس، والحاجات دي بقى. طب ما يسيبوا الناس يحكموا يا عم، هم زعلانين ليه؟ الفكره انك لو سبت حد يحكم عليك من غير ما يعرفك في حاجات بسيطه، ممكن مع الوقت يدي نفسه الحق انه يحكم عليك تعيش او تموت بمزاجه بقى. ايوه بس كده ممكن الناس اللي يشوفوهم يفهموا ان هم بيحرضوا عشان نبقى علمانيين. انا مش عاوز ابقى علماني يا حموده، مش عاوز ابقى علماني. متخافش يا حبيبي، مش هتبقى علماني، متخافش. خيبة. ما هم عشان الناس ما تفهمش غلط كانوا كاتبين في اليوفط دي من تحت هاشتاج اسمه stop stereotyping. مالك؟ ابقى اتفرج على الفواز ده كنت تفهم. المهم بقى، بعض الناس اللي ما شافوش الكلمة دي خالص، او شافوها وما شدتش انتباههم، او شافوها وعملوا نفسهم من بنها، مسكوا بقى في ازاي تبقى مش محجبة وبتصلي، واتريقوا بقى، وواحد يقول لك انا بشرب حشيش بس محترم، واحد تاني يقول مش عارف ايه، وكلام كده ملوش اي 30 لازمة. على فكره كان ممكن يقولوا رايهم بطريقه احسن من كده. يا سيدي ده اللي فكروا فيه ودي طريقتهم، مش عاجباك قول رأيك وعبر عنه بالطريقة اللي تريحك، براحتك بقى، براحتك بقى، براحتك بقى، اديني بقى، اديني بقى، اديني بقى. تعيش وتاخد غيرها يا معلم. بقول لك ايه، ثانيا الدراع بايظ، انا بباصي لرونالدو والكوره بتروح لابراهيموفيتش، يعني حد مش في الفرقه اساسا، وانت اصلا محظوظ وانت عارف. فاضل لك حاجه. ايه؟ حكم مرتشي. لا. ايه هو الاستيريوتايبنج؟ بالعربي كده يعني التنميط، جاي من كلمة نمط، او انك تحكم على شخص من غير ما تعرفه او تتعامل معاه، سواء بحكم ايجابي او بحكم سلبي. دي حاجة ناس كتير جدا في العالم بيرفضوها. عشان كده في ناس انا معرفهمش عملوا هاشتاج اسمه ستوب ستيريوتايبنج، بيعلنوا بيه رفضهم للممارسات العنصرية دي اللي هي الحكم الناس عليهم، وبيقولوا ان ده سلوك عنصري ما يليقش بمجتمعاتهم المتحضرة. ففي ناس في مصر شافوا الحملة دي وشافوا الهاشتاج ده، فعجبتهم الفكرة وقرروا ان هم يطبقوها هنا في مصر، بس بوجهة نظرهم وبطريقتهم هم. مشكلة بقى الناس فهمتهم غلط خالص. مش ههاجم الناس اللي قالوا عليهم غلط، ولا حتى هدافع عن الناس بتوع الحملة دي، بس هقول شوية معلومات كده انا عارفها بطريقتي بحيث توضح الموضوع بشكل اكبر شوية. اتكلمنا في اول حلقة من الشو دوت عن العنصرية، وقد ايه هي سبب لأي ضرر في المجتمع وبتؤسس لفتنة وحرب بين طبقات الشعب الواحد بشكل أو بآخر. سنة 1995 كان في 2 علماء، واحد اسمه جوشوا والتاني اسمه كلود، عملوا نظرية اسمها Stereotype Threat أو تهديد التنميط، وقالوا إن التنميط دوت بيؤثر على السود. بيؤثر على إيه بقى في السود؟ السود اللي في أمريكا، انحدار الإنتاج بتاعهم في المؤسسات الأمريكية. بسبب إيه؟ بسبب stereotyping.
اللي هو حاجة لطيفة كده اللي الناس بتحكم عليهم بس. ده بيأثر على الإنتاج عندهم عند السود بس. إذا جينا بقى لعالمنا العربي الجميل هنلاقي إن إحنا بننام ونصحى ونعيش ونموت في الاستيريوتايبنج دوت. كل الناس بتحكم على كل الناس من غير ما يعرفوهم أو حتى لو يعرفوهم. انتوا عارفين المشكلة فين؟ المشكلة إن إحنا بنحكم على بعض حتى وإحنا عارفين بعض، وبنحكم على بعض غلط. ده يقولك ده طلع مادي، ودي طلعت أنانية، أو ده طلع بخيل، أو ده طلع مش راجل، أو ده طلع. بعد عشرة عمر بنحكم على بعض. انت بقى لما حد يحكم عليك، صديقك او صاحبك او حبيبتك او مراتك او امك او اخوك او اي حد تعرفه بس معرفة شخصية لمدة من الزمن، لما يحكم عليك وانت عارف ان هو حكم عليك غلط، بتحس بحزن شديد جواك. فما بالك بقى لما ناس تحكم عليك في رايحة والجاية، من طريقة لبسك، من لهجتك، من اسلوب كلامك، من طريقة شربك للشاي حتى، بيحكموا عليك وخلاص. للأسف العنصرية بالمسمى بتاع ستيريوتايبنج دوت بقت جوانا في اللاوعي بتاعنا من غير ما نحس، لدرجة ان احنا ما بقيناش عارفين انها عنصرية على فكرة. الفيديو اللي جاي ده في ناس كتير جدا اكيد شافوه، بس في قيم ومعاني احنا مفتقدينها في مجتمعنا هنا. شوفوه واستفيدوا منه. خلاصة الكلام، العنصرية مرض كبير قوي في حياة أي مجتمع، وفي مجتمعنا احنا مرض أكبر بكتير من أي مجتمع. لو اتخلصنا منها هتحل مشاكل كتير قوي كان أساسها العنصرية. بس سيبك انت، شفتني وانا بغلبني في البلاي ستيشن؟ سابونا. شاركونا بآرائكم وكومنتاتكم على قناتنا على يوتيوب، وتابعونا على صفحتنا على فيسبوك، وقولوا لنا رأيكم في الحلقة دي والحلقات اللي فاتت. ويا ريت لو عجبتكم الفيديوهات لايك وسبسكرايب وشير عشان توصلكم الحلقات أول ما تنزل. صابونا.